السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل الفسيخ المملح وهيطلع معانا جامد قوي. اجيب السمكة تبقى بتلمع كده والقشور بتاعتها لازقة عليها وجسم السمكة بيبقى جامد مش طري، والخيشين بتاعتها لونها احمر كده وعينيها تكون بتلمع. طبعا بغسله بمية فترة زي دمعة العين، مش مية سخنة، مية فترة. بنزل كل الطين اللي بيبقى في الخيشين بتاعت السمكة وبيبقى فيه مادة لزجة كده، وبغسل جسم السمكة كويس قوي وبحطهم في مصفى يتصفوا. بوقفها كده في المصفى واحطه يتصفى لمدة 8 ساعات. يعني انا حطيته الساعة 12، هبتدي املحه الساعة 8 بالليل. بجهز علبة عندي عشان احط فيها الفسيخ. بحط اي كيس موجود عندي بس يكون ابيض كده، اول كيس لازم يكون ابيض، ما احطش بقى كيس اسود ولا كيس ازرق، كيس يكون ابيض كده. بجهز الخلطة معايا، كيس من الملح الخشن، بضيف عليه معلقتين كبار من الكركم ومعلقتين كبار من الشطة. لو حابه تستغني عن الشطه ممكن تستغني عنها، انا بحطهم التلاتة كماده حافظه. الشطه يعني ما بتاثرش على الفسيخ تخليه حراق، احنا بنحطها كماده حافظه، ممكن تستغني عنها يعني. اقلبهم مع بعض كويس قوي كده. السمك قعد معايا 8 ساعات. هنشفه كويس قوي بمناديل المطبخ او بحته قماشه ناشفه نضيفه عندي. هنشفه حلو قوي، ما يبقاش فيه نقطه دم ولا نقطه ميه. همسك الخياشيم انشفها كويس قوي وهنشف جسم السمكه. الخطوه دي مهمه جدا عشان الفسيخ ينجح معايا، ان انا انشفه كويس قوي كده. حاولوا تعملوا كل حاجه في بيتكم، تعملوا السردين المملح، تعملوا المعجنات، تعملوا المربى في الموسم بتاعها. موسم الفاكهه اعملوا المربى، اعملوا مربى التين، مربى الفراوله. اعملوا كل حاجه في بيوتكم، الحاجه في البيت بتبقى نظيفه والطعم بتاعها بيبقى حلو قوي. هحشي الخياشيم بتاعه السمكه بالشكل ده، حملاها كده بالخليط بتاع الملح والكركم والشطه، وهدهن جسم السمكه كده بالملح. بس مش هحط زيادة عن اللزوم، يعني كتر الملح بينشف الفسيخ، فمش لازم احط ملح كتير وطعمه يبقى حادق قوي. هعمل نفس الخطوة، حاملة الخياشيم كده بالخليط، ولازم اقفل على الفسيخ كويس قوي، طلع منه الهواء من الكيس واقفل عليه كويس قوي، واحطه في 7 8 اكياس واكون مدفياه. احطه في مكان دافي في الشقة، خصوصا لو الجو يعني ساقع شوية. بعمل نفس الكمية بنفس الطريقة كده. طريقة سهلة قوي وهتطلع معاكم حلوة قوي في الاخر، هتعجبكم قوي. انا عايزاكم تجربوه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتضيفوا اصحابكم وحبايبكم وتشرفوني في القناة. هضيف باقي الخليط على الوش كده، وهربط الكيس، اطلع منه الهواء وهربطه جامد. وطبعا كل يوم بقلب الكيس على الناحية التانية عشان كله ياخد سوا واحد. كل يوم بقلب الكيس على الناحية التانية كده، بحطه بقى في كذا كيس كده واطلع منه الهواء واربطه واحطه في العلبه واقفلها. لو ما عنديش علبه احطه في الكياس كده واروح ملفاه بحته قماشه واحطه في مكان دافي. وتابعوني، هعمل لكم فيديو هنطلع فيه الفسيخ اوريه لكم، وهعمل معاكم طريقتين هنضفه معاكم وهعمل لكم طريقتين للفسيخ. انتظروني. جامد قوي. باي باي.